حلو جدا يقدم تروبينيتش إنه، وطبعا خيانة مونتريال جديدة، لكن للأسف مع سامي زين. كل المطلوب عندك إنك تعمل لي فولو على الفيسبوك، ولا تنسى اللايك والاشتراك، ويلا ننطلق. عرض انيميشن تشامبر بأول مباراة معانا اللي هي كانت مباراة السيدات. طبعا احنا مش لازم نشرح مباراة السيدات لأنه ما لها أي داعي، يعني محتوانا بس بيقدم ل WWE الرجال، واللي فاز في مباراة السيدات هي آسكا، وانتهت المباراة على هيك. بعد هيك يا اخوان بنروح على أهبل وأسفد مباراة صارت معنا، الوحش بروك ليزنر والدبابة البشرية بابي لاشلي. ابتدأت المباراة، وطبعا يا اخوان المباراة سيئة جدا. المباراة يا اخوان قعدت 5 دقايق بس. 5 دقايق بتشوف اتعس 5 دقايق بتشوفها في WWE. يعني يا اخوان مباراة ما يعني لو ما حطوه في الانيميشن تشامبر بيكون احسن. وطبعا يا اخوان بابي لاشي مسك بروك ليزنر واخر 5 دقايق هاي ومسكه وعمل عليه حركة الاخضاع، وطبعا بروك ليزنر ما قدرش يفك من حركة الاخضاع وضربه تحت الحزام، وفاز بابي لاشلي على طريق الدي كيو، وانتهت المباراة عليه. مباراة لا ريت ما ضافوها في الانيميشن تشامبر. بعد هيك يا اخوان بنروح على اقوى مباراة معانا في عرض انيميشن تشامبر، ثيرد ار سوبر ستار ايدج وصلوا تو بيتفينيك ضد فين بالر وريا ريبلي، وكان معاهم دومينيك ميستيريو. انتهت المباراة يا اخوان. المباراة كانت من اروع المباريات التي حصلت في انيميشن تشامبر. فين بالر شل امل ايدج، وايدج شل امل فين بالر، وريا ريبلي شلت امل بيت فينيكس. يعني يا اخوان عرض متعوب عليه، وهاي المباراة بالذات لازم تحضروها لانها قوية جدا. وطبعا يا اخوان كيف خلصت المباراة اللي بيسأل، ايدج طلع فنش فين بالر، واجت بيت فينيكس كانت تخلص عليه ريبلي، وثبت ريدت ار سوبر ستار ايدج، وفاز ايدج في المباراة، وانتهت المباراة على هيك. المباراة جميلة والله العظيم يا اخوان، اقسم بالله يا اخوان حتستمتعوا في كل ثانية من المباراة. عرض ولا اروع، ومباراة ولا اروع، وانتهت المباراة على هيك. بعد يا اخوان نروح على اجمل مباراة موجودة في عرض انيميشن تشامبر، اللي هي مباراة على الحزام اوستن سيري، اللي كان فيها مونتسفورد وسيث فريك رولينز واوستن سيري ودايمون بريست وبورسن ريد وجوني غارغانو. طبعا يا اخوان الخمسة عملوا اداء جميل جدا ما عدا شخص واحد بس، اوستن سيري. ايه هذا يا اللعب يا اوستن سيري، يعني اللعب يعني سيء جدا جدا جدا. يعني ما له قيمة، ما له قيمة يا أوستن سيري. يعني العرض كان حلو، لكن ما عدا انت صحيح انه المباراة على الحزام تاعك، لكن المباراة طلعت جميلة، بس أوستن سيري ما سواش ولا اشي. انضرب بقوة، وانضرب يا اخوان، يعني نجدوه لأوستن سيري. طبعا يا اخوان نزول من اوستن سيري ونحكي كيف صارت المباراة. سيث اول اشي يا اخوان كان موجودين سيث فريكن رولينز، وكان معاه جوني غارغانو. سيث فريكن رولينز نجد جوني غارغانو، بعدين دخل له اوستن سيري. طبعا يا اخوان سيث فريكن رولينز وجوني غارغانو سووا ايش؟ تحالف بين بعض. طبعا يا اخوان التحالف انه يعني خلاص يتفقوا مع بعض، يصير 2-1، انا وابن عمي على الغريب. تمام، يعني سيث فريك رولينز جوني غارغانو نجدوه لاوستن سيري، نجدوه. بعدين يا اخوان مين دخل دايمون بريست. دايمون بريست يا اخوان سوى اداء جميل جدا، اصلا هو كان يعني احسن واحد في المباراة. تمام، يعني اداء جميل جدا يا دايمون بريست. طبعا يا اخوان بعدين داخل يا اخوان بورس الرد يا اخوان نجدهم الخمسة. تمام، قعد كل واحد وظل هو على الحلبة. دخل بورس الرد، بعدين يا اخوان مين دخل؟ مونتسفورد. دخل مونتسفورد
ونجدوا يا اخوان. هذا مونتسفورد والله وحش يا مونتسفورد، سويت اداء جميل. وبعدين يا اخوان رايح سيث فريكن رولينز راح مدي وحده لمونتسفورد ستوب، وطلع مونتسفورد، وهاي تسببت لمونتسفورد اصابه. بعدين يا اخوان مونتسفورد وقع على الحلبة، بعدين اجا اوستن ثيري ثبته وطلع مونتسفورد. وطبعا يا اخوان ركزوا بكل كلمة احكيها، ضايل يا اخوان متبقي على الحلبة اوستن ثيري وسيث فريكن رولينز. طبعا يا اخوان يعني بس مونتسفورد انصاب، فتحوا الباب تبع الانيميشن تشامبر، وهو ممنوع انك تفتح الباب تبع القفص في انيميشن تشامبر. فتحوا الباب عشان ايش؟ عشان مونتسفورد مع إصابة. بعدين يا أخوان قاعدين الحكام بيطلعوا مونتسفورد. بعدين يا أخوان دقت موسيقى لوغان بول، دخل لوغان بول يا أخوان عشان يساعد أوستن ثيري على الفوز ويحافظ على الحزام. وطبعا يا أخوان سيث فريكن رولينز كان متبقي ثانية ويفوز على أوستن ثيري ويسكر ملفه وياخذ الحزام. وطبعا يا أخوان أوستن ثيري كان يعمل له الفينيشر ستومب. وبعدين يا أخوان دخل لوغان بول وراح رازع واحد لسيث فريكن رولينز ستوب، وسيث فريكن رولينز جلس في الحلبة وثبت أوستن ثيري وفاز، وانتهت المباراة على هيك. مباراة جميلة لكن نهايتها غير جميلة. كنا بدنا سيث فريكن رولينز يفوز بالحزام، لكن شو بدنا نسوي؟ بدهم ينفخوا شوي في أوستن ثيري وانتهت المباراة على هيك. هيك يا اخوان بنروح لاقوى مباراة معانا لعرض انيميشن تشامبر، المباراة تبعت الحدث الرئيسي لمعنا لليوم، وهي حتكون اخر مباراة موجودة في عرضنا اليوم. الترايبل شيف رومان رينز ضد سامي زين. قسما بالله يا جماعة مباراة ولا اروع يا زلمة. اقوى مباراة بتشوفها في عرض انيميشن تشامبر من عام 2010 ل 2023. اقوى مباراة بتشوفها في عرض انيميشن تشامبر مباراة سامي زين ورومان رينز في انيميشن تشامبر 2023. ابتدأت المباراة ويا اخوان رومان رينز عمل عجائب في سامي زين. للأسف يعني سامي زين ما عرفش يضرب، ويعني غير قوي ابدا. كانت ببداية المباراة، ركزوا في كلامي، في بداية المباراة رومان رينز عنفه لسامي زين، لعن شكله لسامي زين. سامي زين خلص انطفى، والجماهير يا اخوان بدهم ينفجروا، بدهم يروحوا يضربوا رومان رينز عشان سامي زين يصحى. بس رومان رينز عنف سامي زين في طريقة مش طبيعية. وبعدين يا اخوان هوبا مرة واحدة نلاقي سامي زين صحيح على حاله. وشو قاعد بصير يا جماعة؟ وسامي زين راح معنف رومان رينز يا اخوان، بهدل صحة رومان رينز. رومان رينز ليلة سودا كان عليها في وسط المباراة. رومان رينز انتهى. رومان رينز انسى فيه بني ادم اسمه رومان رينز على الحلبة. رومان رينز يا اخوان انتهى بطريقة مش طبيعية. سوبرمان بنش اعطاه، سبير اعطاه، فينيشر اعطاه، يا كل شيء اعطاه يا اخوان. خلص رومان رينز تكة واحدة وخلص بيخسر المباراة وبيخسر اللقبين. وطبعا يا اخوان سامي زين بعد ما اعطى الفينيشر لرومان رينز حاول يجي يثبت، لكن للأسف قبل ما يجي يثبت او يفنش رومان رينز كان الحكم واقع على الارض بسبب يعني الدفاشه، ورومان رينز خبط فيه، فالحكم يعني وقع على الارض خد قيلوله بربع ساعه. وللاسف سامي زين في وضعيه التثبيت، يعني خلص رومان رينز انتهى مستحيل يصحى. تمام، فسامي زين قاعد بده يستنى الحكم يصحى، لكن للاسف الحكم ما صحي، فلت التثبيت سامي زين. بعدين هوبا مرة واحدة بنلاقي جيمي اوسو مستني سامي زين في السوبر كيك، رازع واحدة لسامي زين سوبر كيك، لكن سامي زين خلص قلنا مع السلامة يا سامي زين. واجا جيمي اوسو حاط ايد رومان رينز على صدر سامي زين عشان خلص يعطيها وضعية التثبيت. والحكم بعدين قسما بالله يا اخوان ما بتعرف كيف صحي الحكم، اجا لك حكم جديد واجا ثبت للثلاث 1 2، لكن هوبا مرة واحدة سامي زين فلت من التثبيت
الجمهور كان بده ينفجر من القاعة يا اخوان، وانا قاعد بتفرج على المباراة. اللابتوب نفسه صار يهز يا اخوان صوت الجماهير. طلع سامي زين من وضعية التثبيت، ورومان رينز قال خلص هذا أصعب بني آدم مر علي في المباريات كلها، أصعب من كيفن أوينز، أصعب من لوغان بول، أصعب من درو ماكنتاير. يا أخوان سامي زين أثبت وجوده في عرض انيميشن تشامبر لليوم. بعدين يا أخوان راح قايل رومان رينز لبول هيمن أعطيني الكرسي عشان يسووا الحفلة اللي سووها في كيفن أوينز في عرض رويال رامبل. راح معطي بول هيمن الكرسي، ورومان رينز خلص بده يضرب سامي زين. وبعدين هوبا مرة واحدة بنلاقي جاي اوسو مستني لرومان رينز، بنلاقي جاي اوسو يا اخوان زعلان انه قاعد بضرب سامي زين. وراح رومان رينز كان يضحك عشان انه رجع للبلود لاين، مفكر رومان رينز انه رجع عشان يساعده، لكن رومان رينز وهو ماسك الكرسي راح معطيه لمين؟ لجاي اوسو. مسك الكرسي جاي اوسو عشان بقول له رومان رينز اضرب انت سامي زين. وراح رومان رينز معطي ظهره لجاي اوسو، وكنا مستنيين انه جاي اوسو يضرب رومان رينز على ظهره في الكرسي، لكن للاسف جاي اوسو ما سواها. بعدين يا اخوان سامي زين صحي من القيلولة ولقى رومان رينز قاعد بيعنف جاي اوسو. وبعدين يا اخوان سامي زين راح معطي سبير لرومان رينز، لا ما اعطاها لرومان رينز، راح اعطاها لجاي اوسو بالغلط. ركزوا على كلامي، بالغلط. كان قصده يعطي سبير لرومان رينز، لكن رومان رينز هو بيحكي مع جاي اوسو وكان يضرب فيه، ابتعد عشان تيجي الضربة بمين؟ جاي اوسو. اجت الضربة في جاي اوسو، خلص جاي اوسو بطل يصدق سامي زين انه هو صاحبه، ويعني خلص جاي اوسو اعتبر سامي زين انه خانه. بعدين رومان رينز كاين وراه واعطاه واحدة سبير وفنش، وانتهت المباراة على هيك. يا اخوان كنا مستنيين انه سامي زين يفوز، لكن للاسف زعيم القبيلة بضلوا زعيم القبيلة. هيك يا اخوان منلاقي كل عيلة البلود لاين واقفين على الحلبة، جيمي اوسو ورومان رينز بنلاقيهم واقفين على الحلبة، وبلشوا يعملوا حفلة في سامي زين. وطبعا يا اخوان صارت حركة، احلى حركة موجودة، دقت موسيقى كيفن اوينز. دخل كيفن اوينز يا اخوان واعطى كل واحد ستنر. بول هيمن ستنر وسببت له اصابة في رقبته، وكمان جيمي اوسو ستنر. وطبعا يا اخوان جيمي اوسو قعد لك على الارض وقال لك والله ما بصحى. ورومان رينز برضه اعطاه ستنر. وبعدين يا اخوان سامي زين بقول كيفن اوينز بيحكي لسامي زين انه اضربهم وسويهم الفينيشر تبعهم، وراح سامي زين معطي الفينيشر لرومان رينز. وبس عملوا هاي الحركة عشان يبين انه رومان رينز يعني انضرب وتعنف من سامي زين، انه سامي زين خلص طلع من الحلبة بموسيقته، وانتهت الفقرة على هيك. هنا يا اخوان وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى يكون عجبكم، واسف على تأخير الفيديو لان انا يا اخوان بنشغل بشوية ظروف فما بقدر انزل لكم الفيديو. واستنوا بكرة تحليل عرض الرو تبع كيفن اوينز وسامي زين عشان بكرة حنزله. وكان معاكم ذا ريسلر مهند دراغمة. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.